السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزة تخسي وتنزلي في الوزن بكل سهولة وبحاجات موجودة في مطبخك؟ في الفيديو ده هقولك على 5 من المشروبات السحرية لحرق الدهون بكل سهولة بحاجات موجودة في مطبخك، وازاي تحضريها علشان تساعدك في التخسيس وإنقاذ الوزن بدون أدوية، ومكونات بسيطة هتغير جسمك للأحسن وهتحرق دهون السنين وهتديكي طاقة وصحة وجسم جميل. كل مكون من المكونات دي بجد هيفرق معاكي كتير. ركزوا معايا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك علشان يرفع الفيديو، وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفي قناتي. ويلا بينا. بصوا بقى، قبل ما نبدأ في الوصفات عايزة أقول لكم إن المشروبات دي هتاخدوها على الريق قبل الفطار بنص ساعة، فلو حسيتوا بتعب أو تقلبات في المعدة أو هبوط خدوها بعد الفطار علشان ما يحصل لكمش مضاعفات، لأنها مشروبات حارقة وقوية جدا. كمان علشان المشروبات دي تجيب نتيجة مرضية تكوني مظبطة الأكل بتاعك. قللي في الأكل الصبح كفاية نص رغيف عيش، وفي الغداء كتري من السلطة وقللي من النشويات والدهون، وفي العشاء حاجة خفيفة وبلاش عيش خالص. ونشرب مية كتير هتساعدك على الإحساس بالشبع، ونمارس رياضة ولو نمشي نص ساعة في اليوم. الحاجات دي لازم تعملوها مع أي مشروب أو أي وصفة للتخسيس علشان تلاقوا نتيجة هايلة. كمان عاوزة أقول لكم على حاجة، اوعوا تستهينوا بالأعشاب دي أو تقللوا من قيمتها. الأعشاب اللي موجودة في المشروبات دي أو أي أعشاب موجودة عندك في المطبخ، زمان ما كانش فيه أطباء ولا أدوية ولا مضاد حيوي ولا مسكن ولا بنج ولا علاجات خالص، ولا علاجات للتخسيس ولا للبشرة ولا للشعر ولا لأي التهابات في الجسم. فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيستخدموا الأعشاب والأشجار والزهور في علاجاتهم، كل علاجاتهم، وكانوا بيشفوا عليها علاجات من الطبيعة، وتلاقيهم كانوا وشهم ورد، الشعر جميل، الجسم ممشوق. عشان كده بقولكوا تدخلوا الأعشاب دي في أكلاتكم، في مشروباتكم، في حياتكم اليومية. أسفة إني طولت عليكم. ندخل بقى على أول مشروب معانا وهو مشروب الليمون. كوباية وهنحط فيها شرايح نص ليمونة، وهنضيف كمان عصير ليمونة، ونضيف عليهم مية مغلية ونغطيه لمدة 10 دقايق، وبعد كده نشربه. ضروري نغطي أي مشروب هنعمله لدقايق علشان تاخدوا أكتر استفادة من الزيوت الطيارة بتاعته. الليمون فايدته هينظف الجسم من السموم، هيعلي المناعة، حارق للدهون، وكمان قشر الليمون غني بفيتامين سي ومعادن ومضاد للأكسدة أكتر من عصير الليمون نفسه. ابدأي يومك بواحد من المشروبات دي، ابدأي يومك صح. مش كل حاجة أكل أكل، مش عاوزين الجسم يخزن دهون كتير طول اليوم. هنيجي للمشروب التاني، مشروب الكمون. هنجيب كوباية وهنحط فيها معلقة صغيرة كمون وعصير ليمونة، ونضيف عليه المية السخنة ونغطيه لمدة 10 دقايق، وبعد كده نصفيه ونشربه. الكمون مفيد جدا، اتعمل عليه أبحاث وثبت فعاليته في التخسيس وإنقاص الوزن، غير إنه بيساعد في عملية الهضم، مريح جدا للمعدة لو عندك تقلصات، وبيقلل الغازات وبيعلي معدل الحرق. أما الليمون فهو مضاد للأكسدة، حارق للدهون، بيعلي المناعة لأنه بيحتوي على فيتامين سي. هتاخده منه الصبح قبل الفطار وبعد العشاء. المشروب الثالث هو مشروب الزنجبيل. هنجيب كوباية وهنحط فيها نص معلقة صغيرة زنجبيل بودر، أو ممكن فريش وتبشريه، نص معلقة صغيرة كركم، رشة صغيرة على طرف المعلقة من الفلفل الأسود المطحون. ولو حابة تحلي المشروب حليه بسكر دايت، حاجات بسيطة، أو عسل نحل، ونحط عليه المية المغلية ونغطيه 10 دقايق. المشروب ده لحرق الدهون الصعبة اللي في البطن ونحت الخصر. فايدة الفلفل الأسود هنا إنه بيساعد على الهضم بشكل كبير جدا، وامتصاص العناصر الغذائية كويس، فبالتالي جسمك هيحرق كويس جدا. ليه؟ لأنه بيحتوي على مادة البيبرين اللي بتساعد في عملية الهضم، بتساعد على إذابة الدهون المتراكمة في الجسم، خاصة اللي موجودة في البطن والأرداف. رابع مشروب معانا هو مشروب القرفة. كوباية وهنحط فيها نص معلقة صغيرة قرفة مع باكت من الشاي الأخضر. لو ما فيش موجود عندك شاي باكت أخضر، ممكن تستخدمي الورقيات اللي هو بيبقى سايب. الشاي الأخضر مع القرفة بيديني طعم حلو، وبيعملوا تفاعل حلو قوي مع بعض داخل الجسم. هنحط عليهم المية المغلية ونغطيه 10 دقايق، وبعد كده نصفيه ونشربه. هنصفيه لو حطيتي نعناع ورقيات، انما لو حطيتي باكت اشربيه كده عادي.
الشاي الأخضر مضاد للأكسدة وبيحرق دهون البطن والشحوم اللي موجودة في الجسم. والقرفة بتساعد من عملية الحرق حتى لو كنت نايمة مش بتعملي مجهود، وخصوصا الدهون العنيدة. وكمان بتنشط الدورة الدموية، وغنية جدا بمضادات الأكسدة اللي بتسرع من عملية الهضم وبتنظم السكر في الدم. ادخلي على جوجل وابحثي عن فوائد الأعشاب وتأكدي بنفسك. آخر مشروب معانا هو مشروب الخل. مشروب بسيط لكن مفعوله قوي جدا لحرق الدهون. هنجيب كوباية وهنحط فيها مية ومعلقة صغيرة من خل التفاح. كلنا عارفين خل التفاح. ما تخافوش من الخل مش بيأذي المعدة، احنا بناخده مع المية مش لوحده، وبعدين بناخد منه مقدار بسيط جدا. الخل بيعتبر مضاد حيوي طبيعي، بيخفض مستوى السكر في الدم، بيعالج قشرة الراس، حارق للدهون الصعبة اللي بتبقى موجودة حوالين البطن، وبيحسن من عملية الهضم، وكمان بيمنع تساقط الشعر. دي كانت المشروبات الخمسة لحرق ونسف الدهون. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، ولو استفدتم وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفي قناتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.